في لحظة كده في حياة كل بنت بتقعد فيها مع نفسها بعد خروجة مع صاحبتها، تحس ان هي طالعة مش مبسوطة خالص. تحس ان هو كان في بيردن على قلبها، وبتحس بنيجاتيف فايبس ونيجاتيف انرجي هي مش فاهمة مصدرها ايه. هي الخروجة كانت لطيفة، الضحك كان عالي، بس جواها احساس مبهم ان هي كانت طول الوقت تحت الملاحظة، وان هي كان عندها بوزيتيف انرجي، وفجأة بقى كل احساسها نيجاتيف بس. يا مساء الخير في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. الأسبوع اللي فات كانت الحلقات تقيلة شوية، فحسيت إن المرة دي الحلقة تبقى حنينة لطيفة لذيذة في اللذيذ منه كده. تمام. حابة أتكلم النهاردة عن الصداقات النسائية، زي ما نقول كده الفيميل جروبس أو الجيرلز جروبس. ونتكلم مع بعض أكتر في امتى الجيرلز جروبس دي تبقى حاجة بتساعدك او بتدعمك نفسيا، وامتى بتبقى في منافسة خفية وانت محتاجة تكات تايز او ان انت تبعدي عن الدايرة دي. اعتقد ان البنات بس هما اللي هيفهموا قد ايه الفيميل بوندنج دي حاجة كبيرة جدا، حاجة معقدة جدا، بتأثر نفسيا جدا، لدرجة ان احيانا التأثير النيجاتيف بتاعها لو فشلت بيأثر عليها اكتر بكتير من لما تبقى مثلا love relationship. حقيقة الدراسات بتقول ان قعدة البنات دي ممكن تفرز هرمون الاكسيتوسين، اللي هو بيقلل من التوتر وبيزود شعور الامان. لكن المشكلة برضو ان الجانب المظلم للروابط دي ان هي ممكن يؤدي الى حاجة اسمها relational aggression. relational aggression ده بيبقى عبارة عن عدوان في العلاقات، بس بيبقى خفي، مش بتقدري تحط ايدك عليه. وده اعتقد الفرق بين العلاقات بين الرجاله والعلاقات بين الستات. الرجاله لما بيختلفوا غالبا المواجهه بتبقى مباشره جدا، ودايركت سبيتش ودايركت، ممكن توصل لخناقات بس دايركت برضه فيس تو فيس. تمام. لكن علاقات النسائيه احيانا بتبقى فيها عدوان خفي لما بيبقى مبطن، زي السخريه المبطنه. لو شكلك حلو قوي النهارده، غريبه، مش متعودين على كده. او التجاهل كل ما تتكلمي في حاجه مهمه وكلامك يفضل يتقطع. او فور اكزامبل مثلا ان انت لما بتحققي اي اتشيفمنت في حياتك ما تلاقيهمش اصلا موجودين، بالعكس هما مستنيينك ان انت تقعي عشان يشمتوا، عشان يعلوا عليكي، عشان ايا كان هما بينتظروا وقوعك ليه. تعالي مثلا نحكي عن سوسن. سوسن عندها صاحبتها من المدرسة اسمها فريدة. فريدة دايما موجودة لما سوسن تكون بتمر بظروف صعبة جدا، بتسمعها وبتبكي معاها وكل حاجة. تمام. لكن الغريب بيحصل لما سوسن جات لها ترقية كبيرة جدا في الشغل واتخطبت للشخص اللي بتحبه. في اللحظات دي فريدة اختفت تماما. بقت بقى عندها حوارات، بقت ما بتجيش مناسبات. لما بيقعدوا سوا بتقعد تقول لها ربنا يستر، بس الشغل ده هيسحب من طاقتك جامد جدا على فكرة، الموضوع مش هيبقى سهل. في حاجة كده اسمها ان في ناس بتحبك وانتي مكسورة. ودي بجد دي حتى من حياتي انا فعلا لاحظت ان في ناس بيبقوا موجودين جدا لما نبقى مكسورين، بس لان هم حابين يسمعوا. I don't know هل هم حابين يسمعوا الميزري بتاعتك، او زي ما بيقولوا كده misery loves company، ولا هم بيبقوا عايزين يعرفوا ان انتي مش احسن منهم. حتة ان هم يحسوا ان انتي احسن منهم في اي حاجة دي بتموتهم. اكن نجاحك ده بيعكس نواقص جواهم هم مش عارفين يحققوها، فهم مستكترين عليكي ان انت عرفتي تحققيها. الصحبة الحقيقية مش هي بس اللي بتقف معاكي في حزنك، لان you never know الانتنشنز بتاعت الناس دي اللي بتقف معاكي في حزنك، هل هي فعلا بتحبك، ولا هي الحمد لله اطمنت ان انت مش في مكان كويس ومش احسن منها. لان الصحبه الحقيقيه كمان هي اللي بتقف معاكي وانتي ناجحه وبتسقفلك لما تنجحي، وبتبقى حاسه قد ايه هي فخوره بيكي في المكان اللي انتي فيه، ايا كان هو ايه. وعشان ما اطولش عليكي، عشان انا وعدتك ان الحلقه دي خفيفه، مش عيب ابدا ان انتي تقيمي الدايره بتاعتك، ان انتي from time to time كده ان انتي تفضلي تقولي شوفي الناس بيظهروا لك ايه، والناس بيتعامل معاكي ازاي، ولما بتقعي مين بيقف، ولما بتنجحي مين برضو بيقف. الصحاب الحقيقيين مش المفروض ان انتي تطلعي من الريونيون بتاعكو او الاوتنج بتاعكو وانتي حاسه بايموشنال دريننج، ان انتي حاسه ان انتي عندك نيجاتيف انرجي، ان انتي مشحونه طاقه سلبيه جدا. لو لقيتي نفسك بتضطري ان انتي تصغري
بتضطري ان انت تتحملي حاجات انت مش عايزه تتحمليها او مش قادره تتحمليها فترات كتير، او ان انتوا كل خروجه بتخرجوها بترجعي منها ان انت تعبانه ومرهقه ومش عارفه ترجعي طاقتك اللي اتسحبت منك دي، يبقى انت اكيد في المكان الغلط. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا، فان انت كنت معايا في بودكاست لاكي الساعه 7 مع نور كل تلات وخميس. متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان نتكلم اكتر مع بعض، ولو عندك اي اقتراحات لمواضيع حابين نتكلم فيها ياريت تسيبيها في الكومنتس.